فوزي القجع يهنئ فريق نهضة بركان. أشرف حكيمي للمرة الثالثة بطلا للدوري الفرنسي. عادل رمزي مدرب لفتيان منتخب هولندا. فوزي القجع يهنئ فريق نهضة بركان بعد فوزه بمباراة نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية. هنأ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع فريق نهضة بركان بمناسبة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. هذا وقالت الجامعة في رسالة تهنئة نشرتها على موقعها الرسمي. يتقدم السيد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء المكتب المديري للجامعة بتهنئة لفريق نهضة بركان بعد تأهله لنهائي كأس الاتحاد الأفريقي إثر انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من إجراء المباراة التي كان من المنتظر أن تجمعهما يومه الأحد 28 أبريل 2024 بالملعب البلدي بمدينة بركان. هذا وسيواجه فريق نهضة بركان في اللقاء النهائي فريق الزمالك المصري الذي تجاوز فريق دريمز الغاني. وسيقام ذهاب نهائي يوم الأحد 12 ماي المقبل ببركان والإياب يوم 19 ماي بالقاهرة. أشرف حكيمي يتوج مع النادي الباريسي بلقب الدوري الفرنسي. توج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد خسارة موناكو أمام مستضيفه أولمبيك ليون ب3 أهداف مقابل هدفين ضمن المرحلة 31 من البطولة الفرنسية. هذا وسجل لليون ألكسندر لاغازيت في الدقيقة 23 والجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقة 26 والبلجيكي مالك فوفانا في الدقيقة 84 بينما وقع على ثنائية موناكو وسام بن يدر في الدقيقة 1 والدقيقة 61. هذا وأضحى الفارق بين باريس سان جيرمان وفريق موناكو 12 نقطة قبل نهاية الدوري. بدوره صار رصيد ليون 44 نقطة في المركز الثامن. هذا وكان سان جيرمان قد تعادل أمس مع ضيفه لوهافر 3 أهداف مقابل 3 ضمن الجولة الثالثة. ويعتبر هذا هو اللقب الثالث على التوالي للفريق الباريسي والثاني عشر في تاريخه متربعا على عرش أكثر الأندية فوزا باللقب الفرنسي. وتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة السادسة في آخر 7 مواسم وللمرة العاشرة في آخر 12 موسما. هذا وأنهى فريق المدرب لويس إنريكي المهمة الأولى بنجاح واضعا نصب عينيه تحقيق ثلاثية تاريخية في ظل استمراره في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية. ويواجه سان جيرمان كذلك منافسه ليون في نهائي كأس فرنسا في 25 ماي القادم بينما يتأهب لملاقاة مستضيفه بروسيا دورتموند الألماني الأربعاء القادم في الأول من شهر ماي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أن يكون لقاء الإياب في باريس في 7 من الشهر عينه. الاتحاد الهولندي يعين عادل رمزي مدربا لمنتخب هولندا للفتيان. أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الاثنين 29 أبريل الجاري عن تعيين الإطار الوطني المغربي عادل رمزي مدربا جديدا لمنتخب هولندا تحت 18 سنة. هذا وأكد الاتحاد الهولندي في بلاغ أن عادل رمزي سيكون مدربا للمنتخب الهولندي تحت 18 عاما اعتبارا من 1 يوليوز المقبل. وجدير بالذكر أن الإطار الوطني قد شغل مناصب مختلفة مع نادي أيندهوفن في السنوات الأخيرة حيث كان مساعدا للفريق الأول تحت قيادة مارك فان فومل ثم مدربا للفريق الرديف كما كان بداية الموسم الجاري مدربا لفريق الوداد البيضاوي.